لمحات من كيميت مع إسلام مكرم. نفر هيرو. الإناء اللي انت شايفه ده اسمه إناء الحس. كان بيستخدم في طقسة اسمها طقسة التطهير. الكهنة كانوا بيستخدموه لتطهير الأحياء والأموات، ملوك أو غير ملوك. انت دايما هتشوف الإله حورس والإله تحت وهم بيقوموا بتطهير الملك في مناسبات عديدة. ودايما في أغلب المعابد بنلاقي مشهد التطهير بيسبق مشهد التتويج، يعني توت وحورس بيطهروا الملك، بعد كده بيروح لوجت ونخبت يتوجوه. ده نوع من التعميد أو المباركة. توت وحورس بيقوموا بصب المية اللي في الإناء على الملك. غالبا المية اللي في الإناء دي مش مية عادية، دي مية الحياة. مية الحياة دي ببساطة هي مية الكهنة صلوا عليها. هنشوف في الصورة قطرات المياه، قطرة على شكل العنخ رمز الحياة، وقطرة على شكل الواس رمز السلطة. في العادة كبير الكهنة بيقوم كمان بغسل التماثيل الإلهية بماء الحس كل صباح، التماثيل اللي بتكون في قدس الأقداس في كل معبد من المعابد. عادة كانت الأواني دي بتصنع من الخزف أو الفضة أو النحاس، واللي في الصورة قدامنا ده إناء حس مصنوع من الخزف وبيرجع لعصر الدولة الحديثة. هو موجود دلوقتي في أحد المتاحف الأمريكية. اضغط متابعة للصفحة ولايك وشير. كيميت، أصل كل شيء.